بهالشوبات القصة بدها أكلة خفيفة ظريفة، ولهيك رح أقدم لكم شتيت البطاطا الجزائرية بالفليفلة، وصفة محرحرة وبتعقد. جيبوا لي كم حبة فليفلة حطوهم على المنقل وشووهم منيح. فيكم تستعملوا الفرن بس على الشوي طعمتها بتكون أكيد أطيب. نطفوهن قطعوهن وعلى جنب حطوهم، وجيبوا لي حوالي 5 حبات بطاطا قطعوهن بهالشكل العريض وحطوهن على جنب، وباركوا لي على المدقة. عندكم منها بالمطبخ؟ سر الأكلة بدقتها. حطوا راس توم، فلفل حر، فلفل أحمر، واختياري فلفل حر بودرة، وما تنسوا الملح. دقون منيح وعليهم بتزيدوا شوية زيت زيتون وبتكملوا دق. المدقة بالجزائري هو المهراس، وطعم البهارات فيه لما يندقوا غير شكل. وعلى طنجرة حامية بتضيفوا زيت وبتحطوا الدقة وبتقلوها منيح. والدقة بالجزائري هي الدرسة. قلوا الدقة على حرارة هادية تما يحترق الثوم، وبعد ما تقلوا منيح زيدوا عليها البطاطا وقلبوهم كم تقليبة. صحيح الأكلة بسيطة بس الأكل الجزائري بحب الرواق وكل شيء يتساوى على مهله. انتو شو سر الأكلة عندكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وبعد ما تقلت منيح زيدوا عليها غمتها مي واتركوها تستوي حوالي ال 15 دقيقة. والعقدة اختيارية، شيلوا منها شوي صوص لحتى نساويها. حطوا الفليفلات على الطبخة وبيضتين على المرقة، حطوا عليهم شوية فلفل أسود وملح واخلطوهم منيح، وزيدوهم على الأكلة وخلوهم يستووا على رواق حوالي ال10 دقايق. يا ويلي هالروايح شو بتشهي. في اللي بيزيد معها نعنع بري، اكيد ريحتها رح تكون بتسطل. وهيك اكله ما بيلبق لها الا الحميص، وصفته صارت موجوده على الصفحه. وهلا قولوا لي حتشجعوا تسووها؟